هقولك على 5 علامات بيقولوا انك انت ممكن يبقى عندك اكتئاب رغم ان انت ادائك عادي خالص في الحياة. يعني انت ممكن تكون شغال زي الروبوت، بتعمل كل اللي وراك وبتضحك في وش الناس، بس من جواك حاسس انك انت مطفي. ده اسمه الهاي فانكشنينج ديبريشن او الاكتئاب اللي يعني ادائك كمان معاه عادي خالص في الحياة. وده له 5 علامات. اول حاجة انك انت تبقى مثالي قدام الناس، يعني بتعمل كل المطلوب منك في الشغل والبيت ومحدش يقدر يمسك عليك غلطة، بس الحقيقة انك انت من جواك حاسس بفراغ رهيب ومش مستمتع بأي حاجة. العلامة التانية، ما عندكش شغف، يعني بتشتغل بجد وبتحقق نتائج بس ما عندكش طاقة ولا حماس، وبقيت بتعمل حاجات اللي انت كنت بتحبها زمان لمجرد انك انت لازم تعملها وخلاص. العلامة التالتة، الهروب في السكرولينج، وده مقصود بيه انك انت تبقى بتقضي ساعات قدام الموبايل بتعمل سكرولينج بس من غير اي هدف، او بتسهر قدام التلفزيون وبتاكل جانك فود واكل مش صحي، مش عشان حاجة اكتر من انك انت بتهرب من مشاعرك وبتحاول انك انت تخدرها او انك انت ما تواجههاش. العلامة الرابعة، الخروجات انها تبقى مجهود، لما مع الصحاب الاجتماعيات بقت تقيلة على قلبك وبتحس انك انت مثلا بتمثل ومش مبسوط وان ده بيستهلك كل طاقتك. العلامة الخامسة، انك انت تهمل نفسك في السر، واقصد بيه انك انت اول ما الباب بيتقفل عليك ومحدش بيشوفك بتبدأ تهمل في نفسك وفي صحتك وفي شكلك، مش لحاجة اكتر من ان طاقتك كلها خلصت في التمثيل اللي قدام الناس. العلامات دي محتاجين ان احنا ننتبه ليها، ممكن يكون حد حبيبنا او قريب لينا ممكن يكون بيمر بيها. لو عجبك الفيديو سبسكرايب او شير او كومنت او لايك علشان يوصل لقدر اكبر من الناس. انا محمد علي، دكتور نفساني.